من الأكلات الزمن الجميل اللي بتفكرنا بأيام الطفولة وريحتها بتحسسنا بالدفى كده في البيت. الرز المعمر، هنعمل النهاردة مع بعض رز معمر يطلع وشه ذهبي وكمان مظبوط بالملي مش معجن مننا. هنا عندي كوبايتين من الرز المصري غسلينهم كويس ومصفيينهم من مية الغسيل بتاعتهم. هنزل بيهم في طاجن فخار أو طاجن بايركس، وهنزل عليهم بمعلقتين من السمنة أو الزبدة البلدي، وهقلب كويس جدا السمنة مع الرز بحيث ان كل رزاية تتغلف حلو قوي بالسمنة. هنزل عليهم كمان بوش اللبن اللي هي القشطة اللي بتبقى على وش اللبن، وممكن نستخدم قشطة جاهزة من السوبر ماركت، يعني ممكن لو عندنا قشطة جاهزة نحط منها معلقة. وهنقلب كويس قوي قوي اللبن مع وش اللبن مع السمنة مع الرز لغاية برضو لما الرز يتغلف حلو قوي من السمنة والقشطة. كوبايتين الرز، انا المعيار بتاعهم للبن انا بنزل عليهم 3 كوبايات ونص من اللبن، واللبن بتاعي بيكون سخن، يعني انا مش بنزله يكون ساقع من التلاجة او دافي، لا انا بخليه يكون سخن. ده بيخلي الرز يشرب اللبن اسرع يعني، وبيبقى اطرى. فانا بنزل 3 كوبايات لبن سخنين، 3 كوبايات ونص على كوبايتين الرز، 3 كوبايات ونص لبن على كوبايتين ونص على كوبايتين رز. نص الكوباية التالتة انا بدوب فيها الملح بتاعي قبل ما انزله على الرز، علشان الرز ما يكونش فيه جزء حادق وجزء عادم، لا يكون كله نفس الحدوقية. فاحنا هندوب الاول الملح كويس قوي في نص الكوباية التالتة دي قبل ما ننزله على الرز. وما نحاولش نكتر اللبن، لان لما نكتر اللبن الرز بيطلع معجن، لكن كده بتطلعي كده الرزاية برزتها. هندوب بقى هنا الملح كويس قوي في اللبن وننزله على الطاجن بتاعنا. هننزل كمان معاه رشة من الفلفل الاسود بتديله نكهة حلوة قوي. انا بنقع اللبن مع الرز نص ساعة كده او ساعة الا ربع قبل ما ادخله الفرن، بيخلي الرز يشرب من اللبن، بيبقى طعمه طري وفي نفس الوقت مش معجن. نيجي بقى لتسوية الرز المعمر في الفرن. انا لما بدخله الفرن مش بفتح عليه الشواية، انا بدخله على طول على الفرن، بفتح الفرن على درجة حرارة 200 وبسويه لغاية لما الرز يشرب اللبن كله، وهو بيحمر وشه لوحده، يعني وشه بيتحمر من الفرن. وهنا بقى الرز المعمر كان طلع تحفة ومفلفل، كل رزاية برزتها. قدميه مع فراخ مشوية مع اي حاجة انت تحبيها. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد.